السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنحل مشكلة اللاج المزعج في لعبة راستنج امباير. فتعالوا اوريكم اللاج عامل ازاي في اللعبة اهو زي ما انتم شايفين. فالحل سهل جدا، بس انصح بيه يعني الاجهزة اللي هي ل3 رام او 4 رام، يعني هيفرق معاها جدا الطريقة دي. ممكن انت دلوقتي ما تكونش شايف لاج ولا بطء، بس دلوقتي هتلاقي اللاج شديد جدا. لاحظ المصارعين بيمشوا كده، اوكي. لاحظ في انيميشن الجري كده بتحس ان في جليتش كده، او زي بطء كده يعني. هتلاحظ وهو بيقوم الانيميشن بايظ كده، حاجة مزعجة جدا بصراحة. اهو بطيئة جدا ولاج شديد، حاجة تخليك تكره اللعبة يعني. تعالوا ننتقل للحل. هتدوس على اوبشن وهتعمل زي ما انا هعمل كده، يعني هنعدل بعض الاعدادات اللي بتخلي فيه في اللعبة لاج شديد. يعني مثلا التكستشر اللي هي يعني الجرافيك، الاضاءة والجمهور، وبالاخص اللي هي سبيشال افكتس دي خليها نون، والجور برضه نون، علشان دول بالذات بيخلي فيه لاج شديد في اللعبة. ده الخيار الخاص باللايتنج، وده الجمهور. دي الكاركتير ليميت، يعني معناها ببساطة لو انت بتلعب مثلا خمس مصارعين انت مخليها 4، هتلاقي الماتش مفهوش الا غير 4 بس. بتخلي الاعدادات عندك بالشكل ده زي ما انا عامل كده. تعالى نشوف اللعبة اتحسنت ولا ايه. ده اهو يا شباب زي ما انتوا شايفين، انا مش شايف فيه لاج، يعني اللاج اختفى تماما اهو يا شباب. اتحسنت عن الاول، مفيش لاج ولا بطء. تجربة 100% ناجحة يعني. بس انصح بيها طبعا زي ما قلت الاجهزة اللي هي متوسطة شوية. مش طبعا لو انت جهازك ضعيف هتلاقي طبعا في جليتش يعني، بس اللعبة اصلا ما تنفعش اصلا على رام، لا 2 رام. ما تقلقش من اي حاجة، مفيش اي حاجة تتمسح في اللعبة يعني، بس طبقوا الطريقة دي وهتلاقوا كل حاجة تمام. واسيبكم انا مع الجيم بلاي اللي بدون لاج خالص. وبس كده يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا جدا ليكم على التنوين المشترك. فيلا يا ابطال اشتركوا، قربنا نوصل 100 مشترك. وفي اصدار طلع جديد من اللعبة، لو كنتوا عايزينه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. كان معاكم عبد الله من قناة ستايل تيم. سلام.